يا جماعة خلونا نتكلم بصراحة. التسويق الرقمي دلوقتي هو المفتاح لأي حد عايز ينجح في الشغل أو يفتح مشروعه الخاص، واللي مش بيواكب التطور ده بيلاقي نفسه بره اللعبة. عشان كده الفيديو ده مش مجرد كلام، ده تجميعة لأفضل كورسات ديجيتال ماركتينج مجانية ومعتمدة، اللي هتخليك تبان بروفيشنال قدام أي شركة أو عميل. ركز معايا للنهاية لأن في أسرار وخطوات عملية هتغير طريقة شغلك وتفتح لك أبواب جديدة في السوق. ليه أصلاً تاخد كورس تسويق رقمي؟ لأن السوق كله دلوقتي أونلاين، والناس بتشتري وتتعامل من الموبايل أكتر من أي وقت. الكورسات دي بتديك أساسيات وأدوات عملية، مش مجرد كلام نظري. الشهادات المعتمدة بتزود فرصك في الشغل وتخليك مميز وسط المنافسين. وهقولك دلوقتي إزاي تبدأ رحلتك خطوة بخطوة في الكورسات دي. اللي بيدور على بداية واضحة في التسويق الرقمي لازم يعرف إن الطريق مش معقد زي ما الناس فاكرة. البداية دايماً بتكون من كورس أساسي زي كورس التسويق الرقمي من جوجل أو أي كورسات ديجيتال ماركتينج بالعربي مجاناً. وأول ما تخلص كورس هتكون عندك أرضية قوية تفهم بيها المفاهيم الأساسية زي ال SEO وسوشيال ميديا ماركتينج. بعد كده تيجي مرحلة التطبيق. افتح صفحة شخصية أو مشروع صغير وابدأ جرب اللي اتعلمته. جرب تعمل محتوى، شوف ازاي الناس بتتفاعل وحلل النتائج. وهنا هتبدأ تحس إن المعلومات اللي أخدتها في الكورسات بتتحول لأدوات عملية بتغير طريقة شغلك. الخطوة اللي بعدها إنك توسع مداركك بدورات متقدمة على منصات عالمية أو عربية، وكل دورة هتزودك بمهارة جديدة وتخليك أقرب لسوق العمل. الرحلة مش محتاجة فلوس كتير ولا وقت ضخم، محتاجة قرار تبدأ النهاردة، ومع كل خطوة هتلاقي نفسك بتتحرك أسرع ناحية هدفك. وهقولك الكورسات اللي لازم تبدأ بيها. كورس التسويق الرقمي من جوجل، ده يعتبر الأشهر والأقوى. جوجل نفسها مقدماه ببلاش وباللغة العربية كمان، وهتتعلم فيه أساسيات التسويق الرقمي من أول تحسين محركات البحث لحد الإعلانات المدفوعة. أو دورات ديجيتال ماركتينج على كورسيرا، كورسات عالمية ببلاش أو بأسعار رمزية، فيها محتوى معمق جدا من جامعات كبيرة، وتقدر تختار الكورس اللي يناسب مستواك سواء مبتدئ أو متقدم. أو كورس ديجيتال ماركتينج على إدراك. إدراك منصة عربية بتقدم محتوى مجاني بجودة عالية، والكورس هناك عملي وبيشرح لك إزاي تستخدم أدوات التسويق الرقمي في حياتك اليومية أو مشروعك. ولو عايز حاجة مرنة وسريعة، منصات زي يوديمي ولينكدين ليرنينج فيها كورسات كتير جدا بأسعار قليلة وأحيانا ببلاش، وهسيب لك لينكات للكورسات دي في وصف الفيديو. تقدر تختار الكورس اللي يناسب وقتك ومستواك. أسرار النجاح السريع في كورسات التسويق الرقمي. اللي بيدخل مجال التسويق الرقمي غالباً بيحس إن الطريق طويل ومعقد، لكن في أسرار صغيرة لو عرفتها هتختصر لك وقت ومجهود رهيب. وأول سر هو إنك تختار الكورس الصح من البداية، يعني تبدأ بأفضل كورس ديجيتال ماركتينج اللي بيغطي الأساسيات كلها بشكل عملي. السر التاني إنك ما تتعاملش مع الكورس كأنه مجرد فيديوهات، لازم تطبق كل درس فوراً على مشروع صغير أو حتى صفحة شخصية. والتطبيق العملي هو اللي بيخلي المعلومة تثبت في دماغك وتتحول لمهارة. السر الثالث إنك ما تتعلمش لوحدك، شارك في مجتمعات أونلاين، اسأل وناقش وادخل في تحديات مع ناس زيك، ده بيخليك تشوف أفكار جديدة وتتعلم أسرع. وأهم سر، الاستمرارية. والتسويق الرقمي بيتغير كل يوم، واللي يفضل يتعلم ويتابع الجديد هو اللي بيكسب السباق. وهقولك الأخطاء الشائعة اللي لازم تتجنبها في بداية رحلتك. التسويق الرقمي مش رفاهية، ده بقى شرط أساسي لأي حد عايز ينجح، واللي يبدأ دلوقتي بكورس مجاني معتمد بكرة هيلاقي نفسه في مكان مختلف تماماً. الفرص موجودة، بس السؤال هل هتستغلها ولا هتسيبها تعدي؟ كتير من المبتدئين بيدخلوا مجال التسويق الرقمي بحماس رهيب، لكن بيقعوا في فخاخ بسيطة بتضيع وقتهم ومجهودهم. وأهم الأخطاء اللي لازم تاخد بالك منها، الاعتماد على كورس واحد بس وتفتكر إنك كده بقيت خبير. الحقيقة إن كورسات ديجيتال ماركتينج لازم تكون متدرجة وتتنوع عشان تبني خبرة حقيقية. التركيز على عدد المتابعين بدل التفاعل، ممكن يبقى عندك آلاف الفولورز لكن مفيش حد بيتفاعل أو بيشتري. إهمال التحليل،
ناس كتير بتنزل محتوى وخلاص من غير ما تبص على الأرقام أو تفهم سلوك الجمهور. نسخ أفكار المنافسين من غير ما تضيف لمستك الخاصة، وده بيخلي البراند بتاعك يبان ضعيف ومش مميز. اللي يتجنب الأخطاء دي من البداية هيوفر على نفسه شهور من التجارب الفاشلة، وهيبني أساس قوي يخليه يسبق غيره بخطوات. في النهاية، التسويق الرقمي مش رفاهية، ده لغة العصر اللي من غيرها أي فكرة أو مشروع هيفضل واقف مكانه. واللي يبدأ النهاردة بكورس مجاني معتمد، بكرة هيلاقي نفسه في مكان مختلف تماما. الفرص موجودة والأدوات متاحة، واللي يفرق بينك وبين غيرك هو قرار البداية. ما تستناش الظروف تتحسن، انت اللي تقدر تصنع الظروف. السباق بدأ، والسؤال الحقيقي هل هتكون من اللي بيتفرجوا ولا اللي بيجروا في الصفوف الأولى؟ ولو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل سبسكرايب علشان يوصلك كل جديد.